اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ اغلى مشاهدين عندي في الدنيا، ربنا يخليكم ليا. كل سنه وانتم طيبين ويعود عليكم الايام بخير. يلا نعمل بقى نواعم العيد، الحاجات الجميله التحفه دي. نعمل النهارده بقى فور. النهارده بتفور ناعم وجميل جدا. كل اللي ياكله عندك يقول لك عامله البتفور الجميل التحفه ده ازاي. يلا بينا بقى من مطبخ مجيده نشوف مجيده النهارده عملت البتفور التحفه الجميل دوت. بصوا الجمال والحلاوه، بجد بجد تحفة تحفة. تسلم ايدين اللي عمل يا رب كده، وكل سنة وانتم طيبين ويعود عليكم الأيام بخير. بصوا الجمال. ايه رأيكم بقى في بتفور مجيدة ده؟ يلا قوموا جربوا البتفور وتعملوه بقى زي مجيدة ما عملته. النهاردة بقى معانا المقادير، نسمي الله كده نخش على المقادير. معايا نص كيلو دقيق، معايا 400 جرام زبدة، معايا 2 عدد بيضة، معايا كوباية سكر بودرة. طبعا أنا عيرتها الأول سكر عادي وبعد كده طحنتها. معايا طبعا فانيليا. يلا بينا بقى نخش ايه، نشوف مجيدة هتعمل ايه النهارده. فضينا طبعا الزبدة في البولة، هنحط عليها بقى كوباية السكر. طبعا السكر ده تنعميه جدا جدا عشان ما يبقاش مخرص في الحاجة كده. ويلا نضرب بقى واحدة واحدة مع بعضينا كده. نضرب بقى الخليط ده كله مع بعضه. وكل سنة وانتم طيبين وعود عليكم الأيام بخير. يلا قوموا جربوا طريقة مجيدة، هتعجبكم قوي والله، وسهلة وما فيهاش مقادير كتيرة وسهلة جدا، وهتطلع لكم بتفور تحفة تحفة تحفة. يعني خفية وجمال وحلاوة ونعومية وكل حاجة حلوة. طبعا أنا هضرب بقى في الخليط دوت. بعد ما ضربته كويس كده شوية هننزل عليه بقى بالاتنين عدد بيضة، وننزل عليه بقى بشوية فانيليا، ونضرب بقى الكلام ده كله مع بعضه كده. طبعا أنا معيش ما عنديش عجان، ومضرب البيت بالكهرباء بتاعي طبعا بايظ، فقلت هعمل بالمضرب اليدوي دوت. ان شاء الله كده يطلع جميل وحلو. ويعني احنا مش هنعمل، لا هنعمل ماله، مضرب العادي ده بيعمل كل حاجة بسم الله ما شاء الله. يلا بقى نرب كده رب في الخليط. هنا طبعا بص عمالة ارب فيه بقى بالبيت كده. لسه دوت مش القوام اللي انا عايزاه ده، ولازم عايزاه، لا مش كده، انا عايزاه افتح من كده. هرب فيه شوية كده ما يبقى كريمي. بصوا بقى كده هنا ده كده جميل جدا جدا جدا. يلا بقى ايه ننزل عليه بقى بالدقيق واحدة واحدة كده ونقلب. طبعا احنا ولا حاطين بيكنج باودر ولا حاجة، هو مع نفسه كده بيطلع جميل وهش وجميل وناعم. والمقادير ده طبعا المقادير ديت بصوا جربوها واعملوها تحفة بجد. المقادير اللي انا عاملاها دي اعملوا بيها، سهلة وجميلة. طلع لكم طبعا شوية بوتفور ملهمش حل. يلا بقى نضرب الدقيق مع الزبدة كده والسكر. نشيل بقى المضرب عشان العجين تقيل على المضرب، وهعمل انا بايدي بقى دلوقتي. طبعا انا هنا طبعا 500 جرام، نص كيلو، على 400 جرام زبدة، على 3 بيضات، على كوباية سكر بودرة. عيرت السكر الاول وبعدين ضربته في الكبة نعمته، وحطيت شوية فانيليا زي ما انتوا شفتوا. هي المقادير دي يا دوبك كده على 400 دي، على 400 كيلو 400 جرام زبدة. ما تحطيش اي حاجة تاني. بصي يا دوب كده. هتقولوا دي طرية، لا هو البوتفور ما بيبقاش طري، هو دي عجينة البوتفور. ولا تحطي ولا تقللي. بصي بسم الله ما شاء الله، انا عايزاه طرية كده عشان عجينة البوتفور بتبقى طرية كده، ما تبقاش ايه ناشفة، عشان تعرفي تنزليها من الكيس. بصوا بتلزق في ايديا، انا عايزاها كده تمام. هنلم بقى اللي في الحروف ده كله كده. يلا بينا بقى نحط في الكيس و... ونشتغل بقى. حضرنا الصواني بتاعتنا وولعنا الفرن. طبعا قبل ما تبتدي تولعي الفرن عشان ايه، يخش البيتيفور ويطلع بسرعة ما تغيبيش. عبينا بقى هنا الكيس ويلا بينا طبعا نشتغل بقى بسم الله ما شاء الله. الجمال والحلاوة. بصوا بقى طبعا هنا نازلة عاملة شكل وردة كده جميل جدا. هنشتغل بقى في الصينية. عملوا كمية حلوة بسم الله ما شاء الله. احسن ما تشتري من بره. طبعا النص كيلو بره طبعا حبات كده ما يعملوش حاجة. النص كيلو عندنا هنا طبعا بيعمل كمية بسم الله ما شاء الله جميلة. ربنا يحسن ما بين ايديكم وايدينا يا رب كده. ومتنسناش باللايكات وتفعيل الجرس عشان اعمل لكم كل جديد.
وما تحرمش منكم ابدا من كل دخل عمل لي لايك وشجعني، ربنا يبارك له ويكبر بخاطره زي ما بيكبر بخاطري يا رب. طبعا احنا بقى هننزل بقى في الصينيه. انا مش مجريه طبعا، انا بعمل واحده واحده مش بجري. هنحط بقى الصينيه دي، هنخلص الصينيه دي ونعمل كمان واحده. بصوا هنا الوردات جميله نازله من القمع، جميله جدا جدا جدا. قوموا كده جربوا الطريقه، والله سهله سهله، ما بتاخدش حاجه معاكم يعني. نص ساعه تكوني خلصتي وخبزتي وكله. خلصنا الصينيه التانية، هنخش بقى على الاولى وهنخش على التانية. طبعا انا حشت حته عجينه، ما كترتش عشان عندي هنا ما حدش بيحب اللي بالشوكولاته قوي، فحشت حته صغيره. طبعا هنا انا معايا الابيض ده حطاه في الصينيه، هحط معاه البني عشان اللي هو بالشوكولاته، عشان ما لما يجوا ياخد السوا ياخد سوا ايه واحد. ما تقلقيش على اللي بالشوكولاته، لما تشوفي اللون بتاع اللي في الفانيليا ده استوى، تعرفي ان اللي بالشوكولاته استوى. تمام. خلصنا هنا بقى الابيض كله اللي بالفانيليا. يلا بينا بقى نعمل اللي بالشوكولاته. معايا معلقه ونص هنا كاكاو ومعلقه زبده. هعجن الكاكاو مع الزبده مع العجين وهحطه في الكيس وانزله برضه. احطه مع اللي بالفانيليا. تمام. عجننا بقى العجينه هنا بالكاكاو. يلا ننزل بقى في الصينيه، ما بياخدش حاجه والله. هنا بقى زي ما قلت لكم نحط الابيض مع اللي بالشوكولاته عشان تعرفي سوى اللي بالشوكولاته من الابيض. معلومه ايه بوريها لك اهو. طبعا هنا بقى ايه خلصنا هنا كله وهندخلهم الفرن. بسم الله ما شاء الله على الجمال وعلى الحلاوه. يلا بقى ندخلهم الفرن، ورحنا مطلعينهم بقى من الفرن. بصوا الجمال، بصوا لون بقى الخبيز تحفه ازاي. الله 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 على الجمال وعلى الحلاوه، على النعوميه وعلى الجمال وعلى الحلاوه. بصوا الوردة زي ما هي ما راحتش. بصوا الجمال بجد بجد. ما شاء الله ما شاء الله، الله أكبر. كل سنة وانتم طيبين. قوموا جربوا الطريقة، والله العظيم جميلة وسهلة. بصوا برضو اللي بالشوكولاتة تعرفي استوى من الأبيض. يلا بينا بقى هنا هقول لكم طريقة حلوة نقلب بقى البطفراية كده. طريقة سهلة ديت. تحطي بقى عليها المربى، تحطي عليها الشوكولاتة اللي انت عايزة تعمليه اعمليه. تيجي بقى تاخدي الواحدة التانية وتروحي مغطيها بيها بعد ما تحطي بقى الشوكولاتة أو المربى اللي انت ايه هتعمليها. تمام تمام. جربوا والله الطريقة وهتعجبكم جدا جدا. وكل سنة وانتم طيبين. متنسوش بقى تدعوا كده وتدعوا لأمي وأبويا وأخويا بالرحمة. وكل سنة وانتم طيبين، وعود عليكم الأيام بخير، ويكون دخلت عيد مباركة عليكم إن شاء الله، وبلغكم ليلة القدر يا رب. هنا بقى بعد ما قلبناه هنسيح بقى الشوكولاتة. هنا بعد ما سيحت الشوكولاتة، بصوا هنا الشوكولاتة سيحتها. هنا معايا فرماسيه، معايا هنا فستق كداب اللي هو حاطه لون وسوداني وحاطه لون يدي شكل جميل برضه. احنا انتوا عارفين احنا ايدنا مش بتقف على حاجة يعني، بنعرف نتصرف. هنحط بقى هنا الشوكولاتة كده. تحطي كذا واحدة كده وتروحي واخدة بقى واحدة حطها على واحدة. سهلة جدا جدا جدا، ولا تحوسي حاجة ولا تعملي أي حاجة. بصي تعوشي بقى كده من الشوكولاتة. بسم الله ما شاء الله. بصوا الجمال والحلاوة. بصوا هنا بقى البتفور ولا فرش ولا أي حاجة. بصوا المنظر. بصي تاخدي دي تحطي على دي وتعوشي بقى هنا كده الشوكولاتة، وتدهني بقى فرماسيه. الله 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 على المنظر وعلى البتفور وعلى جماله. بصوا ايه رأيكم بالله عليكم على الجمال وعلى الحلاوة. جربوا بقى طريقة مجيدة وانتوا ان شاء الله هتبقى حلوة معاكم. يا رب كده النهاردة أكون نلت إعجابكم بطريقتي، ويكون طريقة البوتفور بتاعتي سهلة عليكم، وجربوها هتعجبكم جدا. طالع ناعم وجميل جدا جدا جدا. بصوا الجمال، بصوا المنظر.
ولا فرش ولا اي حاجه، زي ما حطيته زي ما هو. كل سنه وانتم طيبين. الله 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 على الجمال. بصوا بقى بعد ما خلصته ارصه بقى في العلبه. بصوا بقى هنا، بصوا الشكل والجمال، قولوا لي ايه رايكم. رصيت بقى في العلبه هنا، بصوا كأني بقى شاريه جاهز. بسم الله ما شاء الله، الله اكبر. ربنا يحسن ما بين ايدينا وايديكم وما تحرمش منكم وخليكم ليا. كل سنه وانتم طيبين. وقوموا جربوا طريقه مجيده، واقول لكم بقى ايه فين. ان شاء الله نتقابل في فيديو جديد مع بعضينا. وبصوا بقى البتفور. بصوا 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 الجمال. بصوا الرصه. بصوا هنا بقى، بصوا البتفورية عاملة ازاي، مقاس بعض زي ما تحطيها لقيتيها. بصي الجمال، تحفة تحفة تحفة. تسلم ايديك يا مجيدة، ويا رب كده اكون نلت اعجابكم النهاردة، واكون ضيفة خفيفة عليكم، ما كنتش تقلت عليكم بطريقتي. واشوفكم بقى في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اختكم مجيدة.